خليني اقول لك على موقف ممكن يبان غريب شويه. احنا كان عندنا مشكله، اخدنا قرار كنا متاكدين ان القرار ده 100% صح لصالح المشروع، لكن المفاجاه كانت ان القرار ده بوظ كل الشغل. خليني اقول لك ده حصل ازاي. المشروع كان شغال زي الفل، مفيش اي مشاكل قدامنا، وبعد كده بدات تظهر مشكله واضحه احنا اخدنا بالنا انها هتكبر مع الوقت. فقررنا ان احنا محتاجين نقعد نحل المشكله مع بعض ونحط حاجه واضحه نقدر نمشي عليها خلال الفتره اللي جايه. بس اول ما بدانا ننفذ في حاجه غريبه قوي حصلت. بدات النقاشات ما بين افراد التيم تزيد، وبدات المقاومه بتاعتهم في ان هم يخلصوا الشغل تزيد، بقت الانتاجيه اقل. فساعتها احنا قعدنا مع نفسنا، هل احنا فعلا اخترنا حل صح ولا اخترنا حل غلط، ولا ايه اللي حصل بالظبط، ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ ساعتها اكتشفت حاجه، وهي ان الحل ما كانش صح او غلط، لا هو الحل كان صح لكن غير مناسب للناس اللي هتنفذه. وده يبين ان في فرق كبير ما بين الحل الذكي والحل الذكي اللي ينفع يتنفذ. وده يخلينا بعدين نسأل قبل ما نبتدي نقترح الحل، هل الحل ده بس احسن حاجة تكنيكال؟ لا، الحل ده مين اللي هيشتغل عليه؟ هل الحل ده مناسب للناس دي اصلا؟ مش عيب يعني، انت محتاج تعرف ايه الحاجات اللي حوالين الحل عشان تبتدي تشتغل عليه. لكن الحل ده احسن حاجة خلاص، هي القطعة دي لو ركبت هنا المكنة هتبقى زي الفل. لا، هي ما بتمشيش كده. هي بتمشي بمين اللي هيركب القطعة، انا هشتري القطعة منين، انا هركبها يوم ايه. في حاجات كتيرة قوي حوالين الحل محتاجين نفكر فيها قبل ما نقول ان هو ده القرار النهائي. حاول الفترة اللي جاية تركز على المشكلة أكتر وعلى الناس اللي شغالة أكتر ما تركز على الحل بشكل واضح وصريح، وهتلاقي الدنيا فرقت معاك كتير.